مرة أخرى أعزائي المشاهدين. تجديد حسين الشحات، كابتن عمارة ومصطفى شوبير من الحاجات المتداولة اليومين دول، لكن لا محدش اتكلم إلى الآن. حسين الشحات شوبير، أنا حاسس إن الأهلي أنت بتسألني على حسين مضمون. الشحات. هات الاستوديوهات كده اللي احنا اتكلمنا فيها هنا في ام بي سي. قلت لك حسين الشحات من اللعيبه اللي المفروض ما تبقاش موجوده على التكه دي تماما. حسين الشحات احسن لعيب، انا قلتها 100 مره، خلي بالك عندك، مش عشان هو كويس وعشان مثلا جاب اهداف في الماتشات الاخيره، لا، حسين الشحات يستحق ان هو من بدري كان يتجدد له، من بدري كان المدرب يهتم ويبقى عنده لعيب زي ده يستفيد منه. هو انا بالنسبه لي، انا حسين الشحات اللي منتج ولا زيزو اللي منتج؟ انا اقول لك حسين الشحات. حسين الشحات اللي منتج ولا امام عاشور اللي منتج؟ حسين الشحات. حسين الشحات ولا تريزيجيه؟ اقول لك انا بالنسبه لي الاثنين مفيدين. ففي اسماء انت ما ينفعش تختلف عليها. فحسين الشحات طبعا اضافه قويه جدا، وده انا كلامي من زمان، لو جبت الحلقات قبل كده هتقول ان انا يعني ما بقولش حاجه مفاجاه. اما شوبير طبعا لازم يتجدد له، ان هو الجول الاساسي في منتخب مصر والنادي الاهلي. تحس ان الاهلي يعني رمي طوبه شوبير؟ يعني لا، رمي طوبته ازاي؟ هقول لك رمي طوبته ازاي. ده معايا، انا ضامنه عشان اهلاوي. يعني شوبير ايه؟ مصطفى شوبير، ما فيش مصطفى شوبير لا يؤرق النادي الاهلي. ليه؟ لان هيقول له 700,000 في السنه، هيقول له تعالى امضي، هيمضي. عاد مصطفى شوبير 700,000 في السنه. ده اكيد خلاص. ده اكيد انا وجهه نظري في لعيبه كده، يعني لعيب مضمون، في لعيبه مش هياخد ويدي معاه. هو كابتن بدر هيرد، بس انا بقول لك هو مصطفى احمد شوبير، بس هادي محمد عماره، احمد بدر رجب، يعني في اسماء. كابتن عماره في لعيبه اتربت في النادي الاهلي، في مدرسه الكوره في النادي الاهلي، على راسهم مصطفى شوبير. انا جبته وهو عنده 8 سنين، ما اعرفش انه ابن الكابتن احمد شوبير. خد بقى، قعد اكتشافاتي بقت في حراسه المرمى كمان. انت كمان بتكتشف في حراسه المرمى؟ انا بقول لك، لا، هو اسال شوبير عن كده. واخد بالك؟ فمصطفى مضى عقد وهو في الناشئين، يعني لا يذكر، وعمره ما طالب بحاجه. انا مش بقول كده عشان مصطفى ابني، انا بقول كده عشان طب انت اكتشفت مصطفى مستقبل حراسه المرمى. طب اكتشفت مصطفى شوبير ازاي؟ انت اكتشفته ازاي يا كابتن بدر؟ كان عندنا دوره في كليه الزراعه، دوره بتاعت براعم، وكان مصطفى بيلعب مع اكاديميه خاصه، وانا بصيت عليه بيقولوا له شوبير شوبير شوبير، ما خدتش وديت يعني، بس كلمت عم عبد الله الاداري، قلت له بعد الماتش عبد الله عيد شوف لي الولد ده ويبقى في النادي الاهلي. عرفت ان هو ابن احمد شوبير بعد ما جه النادي الاهلي، بعد ما مضيته. على فكره مصطفى مواليد 2000، ما كانش عندنا قيد تمام في 2000. ايدته في 98. طيب، السن الاكبر. كابتن طارق يحيى وكابتن دودار، بكره المهدي سليمان مش هيقف جون، محمد اسماعيل مش هيلعب، يعني فردتين، هل يمكن تعويضهم؟ بس الحمد لله مش عايز اقول بديل، لان الموجودين اساسيين، يعني عواد موجود والونش موجود بشكل هيبقى الونش، وعندك حسام عبد المجيد. الامور مستقره فنيا، يمكن يكون احنا بنلعب 14 لعيب طول السنه. وده برضو صعب. وعندك محمد ابراهيم هيلعب باك ولا عمر جابر ممكن يرجع ان شاء الله. بس انت بتتكلم في 14 15 لعيب، السكواد برضو قليل قوي. يعني عمر جابر يرجع يلعب اساسي يا كابتن؟ لا، لو سليم يلعب اساسي خبراته تديله. لا، يعني لو انا دلوقتي حضرتك لعيب بقاله اسبوعين او 3 اسابيع رجله مش في الملعب وبقى سليم وبقى كويس، اللي يحدد المدير الفني. لو انا مدير فني، لو انا بكلمك انت كمدير فني حسب حالته هو. بص يا عمار، في لعيبه بتغيب وترجع. عواد لما بيغيب كتير جدا حصل موقف وبيشيل الزمالك، فاكر ماتش الاتحاد السكندري في اسكندريه، صاد ضربتين جزاء وهو كان لسه اول ماتش يلعبه. فاهم القصه ايه؟ في لعيبه كده، في لعيبه ممكن تيجي من راحه تأدي كويس بخبراتها بشغلها بكلها، لكن في لعيبه تقع منك. الثلاث ماتشات هيتلعبوا في توقيت واحد. تمام. عايز من كل واحد رأيي يقول لي رأيي كابتن، ثواني لما اعمل خانات بس كده قدامي. ادي طارق يحيى وادي دودار. يلا يا كابتن طارق، اديني سيناريو كل مباراه بدر رجب. نتيجه الثلاث ماتشات. الثلاث ماتشات 3 هيكسبوا. لا هيكسب عماره. الزمالك هيكسب. طارق يحيى فوز فوز الزمالك. فوز الاهلي. فوز بيراميدز. اذا الزمالك بطل للدوري وبيراميدز تاني الدوري والاهلي الثالث.
دودار. تعادل الزمالك. تعادل الزمالك. الاهلي هيتعادل. الاهلي هيتعادل. كابتن طارق بص له ليه كده؟ الايه؟ بيراميدز هيكسب. بيراميدز هيكسب. طيب اذا كده الزمالك بيراميدز اهلي. كابتن بدر. الاهلي هيكسب. الاهلي هيكسب. وبيراميدز هيكسب. الزمالك هيخسر. هيتعادل. والزمالك هيتعادل فعلا. يعني الزمالك بطل الدوري فعلا يا جماعه، لان الكابتن بدر رجب بكل شفافيه في الفاصل قال لي الزمالك هيفوز بالدوري، فهو قال لي طبعا مشكور يا كابتن مشير. قال له اللي خد الكاس يا جماعه مشكور يا كابتن مشير. انا اقول لك على حاجه، انا نصيحه، ماتش الزمالك ده ما يتذاعش اصلا، والله ما يتذاع عشان طارق ما يموتش. الزمالك طارق كل شويه الزمالك في الزمالك وهيموت كمان في الزمالك. ماتش الزمالك ده سيراميكا مضر بالصحه، الماتش بيموت مضر بالصحه والله. دي حقيقة. والله الزمالك ده ادمان. احسن حاجه قلتها دلوقتي والله الماتش ده مضر للصحه والله مضر، وحياه ربنا. يعني الصحه اصحاب القلوب الضعيفه ما تتفرجش. الماتش ده يا كابتن فيه سم قاطع. طيب عماره. الاهلي هيكسب. الاهلي هيكسب. بيراميدز هيكسب. بيراميدز هيكسب. الزمالك هيخسر. ليه؟ الزمالك هيخسر. مروح يا عماره. ما تسيبهم تحجروا عليه ليه؟ بص يا كابتن طارق، طارق كابتن طارق ليه؟ لو انت بتسالني ثواني اكمل بس لا اكمل بس لا لسه ما خلصت كده لسه ما خلصت لسه ما خلصت. لو بتسالني عن رايي الشخصي، لا انا اتمنى الزمالك ياخد الدوري. اتمنى الزمالك ياخد الدوري، بس بعد اللي انا بشوفه ده من الزمالك انا مش مطمن. اذا كلام عماره، بيراميدز بطلا للدوري، الاهلي تاني الدوري، الزمالك كونفدراليه. يعني ادي 1 2 3 الزمالك بطل للدوري. هنا بقى كل الظروف والمعطيات اتغيرت. بقى بيراميدز بطل الدوري، بقى الاهلي تاني الدوري، بقى الزمالك كونفدراليه. بالظبط. وانا اتمنى نادي الزمالك ياخد. لا ماليش دعوه بقى، بس انت انا مالي ليه؟ انا مالي. لا ما هو خلاص ده توقعي. تتمنى ليه؟ طب ما انت لسه بتمني يا كابتن بدر. لا انا ما اتمناش، انا بقول واقع، لكن تمني صح. النادي الاهلي يا كابتن، ما هو النادي الاهلي بعيد. النادي الاهلي بعيد حتى لو بعيد. النادي الاهلي ده ما تمنوش في اي وقت تلاقيه اول. النادي الاهلي بعيد. انا ده مركزه. بكلمك على والله يا كابتن عمار عايز اقول لك على حاجه. فريق سيراميكا انا بشوف ان هو فريق، انا عايز اقول لك على حاجه، معاه مدرب محترم علي ماهر عامل شغل كويس جدا، ففريق مش سهل. انا توقعي بالنسبه للنتيجه ما حدش قال انه سهل. انا بنقول ان هو فرقه صعبه، لكن الزمالك انما كابتن بدري طبعا النادي الاهلي، ما هو احنا كلنا نتمنى النادي الاهلي، بس انا بكلمك على واقع احنا عايشينه. الدوري بين الاهلي بين الزمالك وبيراميدز، اللي هيحفز او هيكسب نادي الزمالك جماهيره. انا اسف يا كابتن بدر في النقطه دي، اول مره يعني اختلف معاك في النقطه دي. اللعيبه برضه الماتش ده ماتش لعيبه. الجمهور عمل اللي عليه. لعبت يا كابتن دودار وكابتن اللعيبه الجماهير دي بتحرك. ما الجمهور راح الماتش بتاع اتحاد العاصمه ده يعني عمل اللي عليه وزياده. اللعيبه بيندهوا على اللعيبه، لازم تصالح جمهورها يا كابتن بصراحه. يعني طبعا بصراحه يعني يا كابتن، بس احساس يا كابتن طارق الوحيده اللي مظلومه في الزمالك. انت حضرتك النهارده عندك باكين طول الماتش اللي فات بتاع اتحاد العاصمه ما عندوش وسط. انا بص انا الماتشات اللي زي دي كده، الماتشات اللي زي دي مجلس اداره النادي الاهلي ونص الملعب والناس دي بيبقى ليها عامل مؤثر جدا. طبعا كان فيها اخطاء كتير جدا. انا بشكركم يا جماعه، انا بشكركم. بتمنى النهارده بعد المباراه احنا هنكون معاكم. بعد انت ما قلتلناش تمنياتك بقى في انا هقول لك تمنيات. ده يقول لك توقعات. تمني ولا توقع؟ لا توقع. تمني. لا تمني. طيب انا تمنياتي ان نقع في قرعه كويسه في منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه.